ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنتكلم عن العين والحسد الشديد. وطبعا العين والحسد مذكورين في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان احنا لازم نتعوذ من الحسد ومن شر حاسد اذا حسد. وربنا كمان علمنا ان احنا ازاي نحمي نفسنا من العين والحسد. وبتلاقي ناس بتنكر موضوع العين والحسد وتقولك أنا لا أؤمن بالعين ولا بالحسد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف إن الحسد حق لما وضع مكان أولاد ابنته السيدة فاطمة الحجر وانفلق الحجر نصفان. فده معناه إن العين حق والحسد حق، والحسد بيدخل بصاحبه ويذهب به إلى القبر. يعني بنلاقي ناس كتيرة جدا كانت حياتهم حلوة جدا، ولكن عندما أصابهم العين والحسد بدأ حياتهم تنهار رأسا على عقب. فلازم إن احنا نعرف إن الحسد مذكور في القرآن والعين كمان حق، فلازم إن احنا نحصن نفسنا ونحمي نفسنا من العين والحسد. والنهاردة هحكي لكم قصة واحدة أصيبت بحسد شديد جدا. هذه المرأة كانت حياتها جميلة، وكان عندها رزق وكان عندها خير، وكانت حياتها ماشية بسلاسة وبسهولة. إذ فجأة كده بدأت حياتها أصيبت بفقر شديد وضيق في الحال وتعثر في كل أمورها، وحياتها بقت من ضيق إلى ضيق. مشاكل بقى في كل حياتها مع أهلها ومع زوجها ومع أولادها. كل ما بتيجي تدخل في حاجة أو بتقدم على حاجة، الحاجة دي بتنهار وبتبدأ إنها تتراجع ولا تتم. يعني أي أمر هي عايزة تدخله قبل ما يبدأ خلاص، يعني تكون ماشية الأمور كويسة جدا، وفي نهاية المطاف تلاقي في عرقلة وفي صعوبة والأمر وقف ومفيش أي حاجة بتتم، مفيش أي حاجة نفسها فيها بتحصل. حياتها صعبة جدا، من صعب لصعب، كأنها عايشة في ضيق. أحلامها كلها بتدل على إنها عندها حسد شديد. من ضمن الأحلام كانت بتحلم بسمك كتير جدا جدا جدا، يعني هي بتبالغ في حجم السمك دوت وكترته، ولكن كل السمك ميت. واحنا طبعا عارفين ان السمك دوت عبارة عن رزق، فده معناه ان كل الرزق عندها منقطع، مفيش ولا اي رزق ولا باب رزق، كل الابواب مقفولة. وفعلا هو ده اللي كانت بتحس بيه هذه السيدة بعد ما كانت في حالة من الرفاهية وحالة من الخير وحالة من المال وامور جيدة. كل حاجة بدأت تتعثر وبشدة، فبدأت تشعر السيدة ان في حاجة غلط، في امر من امورها مش ماشي صح، يعني او كل امورها واقفة. يا ترى اللي بيحصل لها دوت ايه؟ فبدأت بقى تشوف كده، يا ترى اللي هي فيه ده هل هو حد عمل لها مثلا سحر بوقف الحال ولا ايه بالظبط؟ فبدأت تركز في احلامها وتطلب من ربنا ان هو يبين لها اللي عندها ده ايه بالظبط. بدأت بقى تجيلها اشارات ومنامات بتؤكد انها عندها حسد شديد. كمان لما كانت بتيجي تقرأ قرآن تجد نفسها بتتساوب يعني بطريقة كبيرة جدا، واحنا عارفين ان ده من علامات الحسد. وكمان كان في على طول عندها ضيق في النفس، عندها خنقة في الصدر، عندها تعطيل في كل أمر من أمورها، عندها ضيق في الرزق، يكاد يكون فقر شديد. بعد ما كانت مرفهة وعندها كل حاجة كويسة بدأ الأمور بقى تعطيل وقف حال، مفيش رزق مفيش خير، أمور صعبة جدا جدا. وده اللي خلاها تقف كده وتقول لا أنا عايزة أعرف السبب وعالج بقى اللي أنا فيه دوت، إن كان حسد عالجه، إن كان سحر أشوف فيه إيه اللي عندي ده. فبدأت السيدة بقى تعرف إن كل اللي هي فيه دوت، لما تقرأ بقى طبعا في أعراض الحسد تعرف إن كل دوت حسد وأصابها العين. وكمان بقت تجيلها بقى رؤى تحذيرية إنها عندها عين شديدة جدا. فبدأت تقول أنا لازم أدور على حل، يا ترى أعمل إيه علشان بقى أشيل الحسد. خلي بالكم احنا ممكن نعالج، يعني ممكن لما تيجي تقرأ المعوذات وأذكار الصباح والمساء إنها بتحميك من الحسد والعين اللي موجودة عندك دلوقتي.
طب لو انت عندك عين قديمة وعين متراكمة في جسدك، عين مع حسد مع حسد قفلوا حياتك تماما، فانت كده لازم تعالج الحياة كلها من اولها لاخرها. لازم علاج بقى شديد جدا يعالج لك الحسد اللي قافل حياتك، التعطيل اللي عطل حياتك دوت. فبدأت السيدة دي تدور هي لازم تمشي ازاي، وايه الخطوات اللي المفروض تعملها علشان تفك الحسد الشديد اللي هي فيه دوت. فبدأت أول حاجة تداوم على سورة البقرة يوميا. بدأت تشعر بانفراجة، يعني إن في بدأ سنة كده تحس بتحسن. وبعد كده قالت لا، أنا لازم بقى أزود علشان الحسد ده يخرج بسرعة، عشان حياتي أنا خلاص حاسة إن الحياة واقفة. إحساسها وهي بتشعر بعد ما بدأت تفوق شوية من الحسد إنها كأنها كانت مغيبة عن الدنيا لمدة معينة من الزمن. يعني مثلا تقولك أنا بقالي مثلا 7 سنين حاسة إن الدنيا واقفة، أو حاسة إن أنا مش موجودة في الدنيا. الناس كلها ماشية في حياتها وبتطلع وبتنزل وبتحصل لها تغييرات وحياتها بتتغير من حال لحال، وأنا واقفة كأني واقفة محلك سر، كأني واقفة بتفرج على الدنيا كلها، وأنا ما عنديش أي جديد في حياتي، حياة واقفة ومعطلة تماما، وكأني مش موجودة أصلا في الدنيا. بعد ما الست دي فاقت من الحسد اللي هي فيه، بدأت تشعر إنها كأنها موجودة في الدنيا زيها زي بقية البشر. طب السنين اللي عدت دي كانت فين؟ هي حاسة إنها زي ما تكون بتروح وبتيجي وبتقوم وبتتحرك، لكن هي مش موجودة، هي مش موجودة في الدنيا. حاسة كأن في حاجة يعني كأنها ما كانتش موجودة في الفترة دي مش موجودة في حياتها، هي مش حاسة بيها أو مش عارفة، مش حاسة للحياة بطعم. هو دوت بقى التشبيه اللي هي بتشرحه أو بتوصفه، إن الحالة الحسد الشديد خلاها لا تشعر بلذة الحياة، ولا كأنها عايشة أصلا، ولا كأن الحياة حياة، حاسة إنها ميتة بالفعل حرفيا. فبدأت إنها تقرأ سورة البقرة يوميا وتداوم على الوضوء. طبعا الوضوء ده انا كلمتكم عنه قبل كده وقلت لكم ان الوضوء ده بيحميك من العين ومن الحسد، ومش بس من العين والحسد، بيحميك من اي ترصيد من الشياطين الانس والجن. يعني كمان انت مش عايز تحصين عادي، انت عايز تحصين قوي علشان تقفل منافذ جسدك، وعلشان ما يبقاش فيه حسد، وعايز تعالج بقى الحسد القديم اللي موجود في حياتك اللي قافل لك حياتك تماما. فبدأت تحافظ على الوضوء، كل ما تلاقي وضوءها ينتقد تبدأ انها تدخل تتوضأ. بدأت كمان انها تقرأ المصحف وتختمه كل 3 أيام. يعني لان طبعا احنا عارفين ان انت لما بتختم المصحف كل 3 أيام بتاخد جبل من الحسنات، 3 مليون حسنة. فطبعا انت لو قعدت تذكر ربنا كل يوم وكل دقيقة مش هتوصل لل3 مليون، ولكن انت بختم المصحف ختمة واحدة كل فترة بتاخد ال3 مليون حسنة دول. وبدأت كمان إنها تستغفر كتير جدا 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 وتضاعف في الاستغفار، لأن احنا عارفين إن احنا ممكن اللي بيحصل لنا ده يكون بسبب ذنب، فربنا يبتليك بالعين ويبتليك بالحسد ويبتليك بالسحر ويبتليك بحاجات كتيرة جدا علشان انت عندك ذنوب كتيرة. ربنا بيفوقك، يعني انت بقالك كتير جدا عمال تذنب، ففوق بقى فوق. فبدأت تداوم على هذه الأشياء، إنها تقرأ سورة البقرة يوميا، تحافظ على الوضوء في كل وقت بحيث إنها تبقى على وضوء دائما وأبدا، وإنها كمان تختم المصحف كل 3 أيام، وكمان الاستغفار. والحاجة كمان المهمة جدا إنها بدأت تحافظ على كل التحصينات اللي هي أذكار الصباح والمساء، وطبعا كمان تاج الذكر ما بقتش تسيبه لا ليل ولا نهار، كل شوية تقوله 100 مرة على السبحة بتاعتها، وبعد ما تخلص تقوله تاني علشان تجدد إنها ربنا يحفظها من شياطين الإنس والجن. هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكمان كانت دايما بتردد الدعاء ده: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، اللهم فأيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنته منا كما قنته من عفوك،
وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. وقبل ما تنزل من بيتها كانت بتحصن نفسها كويس جدا بالمعوذات وآخر آيتين من سورة البقرة وآية الكرسي والتحصينات كلها، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وزرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما يظهر فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يترك بخير يا رحمن.